السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في الكيكة الحلوة دي؟ كيكة مغذية جدا ومفيدة جدا، بمكونات اقتصادية جدا، ببيضة واحدة بس، ومن غير سكر، ومن غير لبن. مش بقولكوا اقتصادية؟ ان شاء الله هتعجبكم جدا. انا ام يزيد ودي قناتي، بتمنى تشتركي معايا في القناة. يلا بينا نشوف عملنا الكيكة الحلوة دي ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اتطلب مني ان انا اعمل كيكة، فهعمل النهاردة كيكة سهلة جدا واقتصادية، ومكونات كده موجودة بقى في السوق. هنعملها بالبلح الاسمر. جبت كده البلح الاسمر وقشرته وفتحته، ويلا بينا نشوف المكونات والطريقة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله، ويلا بينا مع بعض. هنبتدي كده. هنحط الاول المقادير الجافة اللي هي عبارة عن كوبايتين من الدقيق. كوبايتين من الدقيق، ولازم ننخلهم حلو جدا. اي دقيق لازم تعمليه لازم تنخليه، لكن بالاخص في الكيكة نخل دقيق في الكيكة هيطلعها معاكي طرية وهشة جدا. وكمان هنحط باكو من البيكنج باودر، باكو كامل على الكوبايتين. ليه مش معلقة واحدة زي ما بنعمل في كل كيكة؟ لا، هو باكو كامل عشان هنا ما عندناش مادة رفع غير البيكنج باودر، لان احنا هنعملها ببيضة واحدة بس. وهنحط كمان ذرة من الملح، وهنقلب المكونات الجافة كلها مع بعض. هنيجي بقى للمكونات السائلة. هنحط هنا معانا كوباية، نص كوباية. احنا هنستخدم كوباية لكل المعايير. هنستخدم بقى هنا الكوباية بتاعتنا، هنحط بس نص كوباية من الزيت، عليهم معلقة من السمنة. لو متوفر عندك سمنة، لو مش متوفر يبقى نص كوباية من الزيت وخلاص. هنحطها بقى في الخلاط عشان هنضرب كل المكونات السايبة في الخلاط. وهنحط كمان كوباية الا ربع من المية السخنة، ما تكونش بتغلي وما تكونش باردة، يعني تكون وسط كده. واللي هيبقى حلو معانا جدا وهيبقى بديل السكر، دبس البلح. جميل جدا جدا، والبلح الاسمر متوافر جدا عندنا، فنعمل دبس البلح ده بكل سهولة ونعمله. وكمان هنحط بيضة واحدة بس، مش هنحط اكتر من كده. وعشان في بيضة وعشان هي كيكة لازم نحط فانيليا، ظرف كده من الفانيليا. وبس كده. هنضرب بقى المكونات دي كلها مع بعض في الخلاط. لو ما عندناش دبس البلح هنعمل ايه؟ ممكن نحط مكانه كوباية الا ربع من العسل الاسود. وكمان ممكن لو مش عايزين العسل الاسود او ما بنحبش طعمه، نجيب البلح الاسمر ونضربه في الخلاط. بس هنضربه كويس جدا، وهناخد منه كوباية وهنستخدمه. بس ساعتها ممكن تبقى عدبة شوية، فممكن تزود لها بس ايه ربع كوباية سكر ولا حاجة. بس كده ضربنا المكونات السايلة مع بعض وحطيناها على المكونات الجافة. هنقلب كده كله مع بعض، هنفضل نقلب نقلب لغاية ما المكونات كلها تمتزج مع بعض. بصوا لونها حلو ازاي، كأني حاطه لها كاكاو، كأنها هتطلع كأنها بالظبط كيكة بالشوكولاتة. لكن هي مش بالشوكولاتة ولا حاجة، دبس البلح هو اللي خلى لونها كده. حتى لو عملتيها بالعسل الاسود برضو هيبقى لونها كده. جهزنا بقى الصينية بتاعتنا، وحطينا وطبعا بدرناها بدقيق. بندهنها بزيت وبنبدرها كده بدقيق. وكان عندي هنا بلح اسود قشرته وشلت النوى اللي فيه، وهبتدي ان انا ارصه واحده واحده في الصينيه. هيدي شكل في الاخر حلو، بس مش هيبان قوي الشكل اللي كان في بالي. بس مش مشكله، المهم ان هو هيديها قيمه غذائيه عاليه جدا. يعني لو اولادك مش بياكلوا البلح، واحنا كلنا عارفين فوائد البلح حلوه جدا جدا، هتقدري ان انتي تاكلها لهم في الكيكه دي. سهلة وبسيطة وبمكونات بسيطة جدا. حتى لو ما عندكيش دبس التمر، ممكن عادي البلح دوت اللي انا حطيته في الصينية ده تعصريه في الخلاط وتاخدي منه كوباية وتستخدميه. تمام كده. هي بتبقى عجينتها تقيلة شوية. حطيتها بقى كده في الصينية، وهدخلها طبعا على طول على الفرن. هكون قبلها من اول ما بدأت في الكيكة مشغلة الفرن عشان يلحق ان هو يسخن معايا. هحطها بقى وهقفل عليها الفرن، وحطيت الشبكة في النص. هسيبها لمدة 35 دقيقة. 35 دقيقة بالظبط. اختبريها، هاتي مثلا معلقة او سكينة او عصاية شيش طاووق اي حاجة، وشوفيها هتطلع عندك
بالعجينة ولا لا. هي 35 دقيقة بالظبط معايا. اختبرتها بالمعلقة، طلعت المعلقة نظيفة ما فيهاش اي حاجة. سبتها في الفرن شوية لغاية بس ما حرارتها خفت شوية صغيرين، وبعدين فتحت عليها سنة صغيرة، وبعدين فتحت عليها خالص. طالعة طرية جدا ازاي، طرية جدا وهشة وبجد حلوة، وطعمها كان حلو جدا جدا، ومفيدة عشان ما فيهاش سكر. طلعت حلوة جدا، وبجد كان شكلها حلو جدا جدا، وكان طعمها حلو قوي. جربيها مش هتندمي. بصوا طالعة شكلها حلو ازاي. وطبعا التشقق اللي في الكيكة ده بيبقى معنى ان هي ناجحة جدا. يعني لما الكيكة تطلع معاكي كده مشققة، بتبقى معناها كده ان هي كيكة ناجحة. بصوا بقى شكلها حلو ازاي. انا كنت هنا عند امي، وهي اللي طلبت مني ان انا اعمل حاجة حلوة، وكان عندها دبس التمر ده، فقالت لي قومي اعملي لنا بيه كيكة. قلت لها دبس التمر بيتعمل بيه كيكة؟ قالت لي اه. قالت لي هي على الطريقة، وقمت نفذتها. طلعت بصراحة حلوة جدا وعجبتنا كلنا، وطالعة اهي هشة جدا وطرية جدا. هي كانت هنا مفرفطة شوية لان انا مقطعاها وهي سخنة جدا. يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.